ومن بينهم النجم المغربي أشرف حكيمي الذي يتميز بمجموعة من الصفات الاستثنائية. إنه لاعب سريع ومهاري يجمع بين القدرة على الدفاع والهجوم بشكل متميز. يتميز حكيمي بقدرته على التوغل بسرعة على طول الجناح الأيمن وتقديم تمريرات دقيقة إلى منطقة الجزاء. كما يظهر قدرة فائقة على القطع والتدخل في الدفاع، مما يجعله لاعباً متكاملاً في مختلف جوانب اللعبة. ومؤخراً أثار حكيمي جدلاً غير متوقع بين الجمهور السعودي عندما أفصح لصديقه نيمار عن مزحة طريفة. قال له أنه سيدفع له الهلال السعودي 500 يورو مقابل قول كلمة السلام عليكم. هذه المزحة البسيطة أثارت غضب البعض في السعودية، مما يثير تساؤلات حول استجابة الجمهور السعودي لمثل هذه المواقف. هل يمكن للسعودية أن تنسى هذه الزلة اللسان من قبل حكيمي؟ هل يجب أن تؤثر هذه المزحة البسيطة على تقدير اللاعب ومهاراته الكروية؟ ربما